كتاب الله للأرواح نور، تنال به السعادة والسرور، إلى درب الهدى والخير يهدي، وللجنات يوصل من يسير. كتاب الله. هل المسك الأبيض أو الأحمر بيطرد الشياطين والجن؟ لا. هل المسك سبب في الشفاء من العين والحسد والمس والسحر؟ لا. بعض المعالجين بيوصوا المرضى بالمسك على ان الجن والشياطين بيجروا من المسك وسبب في الشفاء. الكلام ده مفيش اي دليل عليه. المسك مطهر وكويس ومفيش اي مشكلة عليه، ولكن مفيش حاجة تطرد وتكون سبب في الشفاء من العين والحسد والمس والسحر الا ذكر الله. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استخدم المسك للعلاج من الامور دي. استخدم اي ريحة طيبة مفيش مشكلة، مش المسك بالذات. على سبيل المثال انا راجل معالج، ولو كان في فايدة للمسك كنت استخدمته، وانا بستخدم انواع تانية كتير. على سبيل المثال مش عاوز اقول اسمه عشان ما يكونش دعاية ليه، فيا جماعة استخدموا اي عطر طيب وريحته طيبة. الملائكة بتحب الريحة الطيبة والشياطين مش بتحب الريحة الطيبة، ولكن مش بتنفر ولا بتبعد، قاعدة معاكم ما تخافوش، الا بذكر الله. ولو ابليس نفسه يطرد من المكان اللي هو فيه. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تنساش دعم الفيديو بلايك وشير وسبسكرايب. دعم الفيديو عشان تساعد على انتشاره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.